بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض بدنجان مخلل، بدنجان مقلي مخلل، وعندنا طماطم هنخللها بتتبيله بسيطه ان شاء الله تعجبكم. هنقطع الطماطم زي ما حضراتكم شايفين كده، مش للاخر. عندنا التتبيله بتاعه البدنجان المقلي، عندنا فلفل حار، وعندنا توم. هنضربهم مع بعض كده ضربة خشنة، وهنزود بعد كده على التوم والفلفل ليمون، نعصر ليمونتين على التوم والفلفل الحار عندنا. وبعد كده هنزود معلقة كبيرة ملح، كزبرة جافة، وعندنا معلقة كبيرة كمون، ورشة بابريكا، وننزل معلقتين خل، ونضرب المكونات دي مع بعض وخلاص كده جاهز معانا. هنزود معلقتين من الكزبرة الخضراء على التتبيلة دي مع بعض، ونحشي بيها بقى الخضار اللي عندنا، البدنجان والطماطم. اول حاجة هنحشي الطماطم، هنفتحها وندخل التتبيلة دي. كده نخلل الطماطم عندنا كده جاهز. هنخلل البدنجان، ندخل في قلب التتبيله ونضغط عليه ضغطه خفيفه كده عشان يشرب من التتبيله دي. ما تنسوش تصلوا على الحبيب المصطفى عليه الصلاه والسلام. خلصنا كده حشو البدنجان اللي عندنا، وحشينا الطماطم. كده الوصفه بتاعتنا خلصت. يبقى احنا كده حشينا البدنجان بتاعنا المقلي والطماطم، خللناها بطريقة سهلة وبسيطة، والحشوة جميلة ما شاء الله، وإن شاء الله هتعجبكم. لو عملتوها جربوها وإن شاء الله هتعجبكم. ولو أول مرة بتزورونا ما تنسوناش باللايك والشير، وتدعمونا وتدخلوا القناة وشوفوا الفيديوهات اللي فيها، وإن شاء الله هتعجبكم وتنولوا رضاكم. كل سنة وحضراتكم طيبين.